من طاحت القرعه كنا عارفين بان الوداد ما غتربحش مانشستر سيتي وما غتربحش جوفونتيس خاصه في الظرفيه الحاليه الا كانت شي معجزه كرويه. الليفل اللعيبه اللي موجودين في المنطقه العربيه والافريقيه اقل بكتير جدا من، خلينا نكون منطقيين، اقل بكتير جدا من اوروبا. أن يتفوق فريق في البرازيل على فريق في أوروبا هذه حدثت، لكن بشكل قليل. في النسخة هذه شفناها بشكل أكبر كابتن خالد بالنسبه للفرق البرازيليه بشكل عام كفكرة، لأن الليفل يعني يعتبر يعني مش الليفل الكبير ما بين أوروبا والقارة الأفريقية والقارة الآسيوية. أنت بتتكلم في ليفل احسنت 90% من اللعيبة البرازيليين بيلعبوا في أوروبا وأسماء كبيرة جدا، منهم ستيفاو اللي راح ب 70 مليون. بالميراس احنا قلنا امبارح في البرنامج في 10 سنين باع 4 لاعبين ب 200 مليون، وبالتالي الليفل بتاع اللعيبة البرازيليين يلعبوا في أوروبا. العقيدة بتاعتهم من الإمكانيات، الليفل بتاع الدوري كمان أعلى كتير جدا من ليفل الدوريات عندنا. الليفل اللعيبه اللي موجودين في المنطقه العربيه والافريقيه اقل بكتير جدا من، خلينا نكون منطقيين، اقل بكتير جدا من اوروبا. شوف الارقام وشوف. انما في النهايه اللي بيحصل ده عندنا استثناء، طفرات. يعني هل تقول لي ان المغرب ممكن تحقق مركز رابع تاني في كاس العالم؟ وارد، بس اشك. وبالتالي لازم تعرف قدر امكانياتك. انت ممكن زي ما كلم الكابتن حسن ممكن تزيد، بس هم بيزيدوا عنك 100 سنه. انهم ماشيين بسيستم، بنظم، بتخطيط، بلونج راند. احنا عندنا وليده الصدفه. طيب على المؤشرات اللي ذكرتها والنقاط اللي ذكرتها بالنسبه للفرق البرازيليه، يمكن الفريق الوحيد اللي عنده هذه المؤشرات الهلال. يمتلك اسماء شاركت في اوروبا، احتكت في بطولات كبيره، خاضت مباريات ليفل عالي. بالنسبه لهم بهذا المعنى ان الهلال هو المرشح الوحيد من العرب ان يذهب بعيدا في هذه البطوله. انا كاتب بس تدوين امبارح على الكره البرازيليه ان البرازيل بتتكلم على اسبوع ثاني 12 في الدوري، بتتكلم على استقرار فني، بتتكلم على عدم استقطاب لعيبه في الفتره بتاعه اللي هي التعاقدات، بتتكلم على امكانيات معدل بدني ممتاز جدا. وضحت في ماتش فلامينجو الوحيد فعلا الهلال لسبب بسيط، لان الهلال تشوف مجموعه الاسماء اللي موجوده الليفل بتاعهم متقارب جدا الليفل الموجود في اللعيبه الاوروبيين، لانهم لعيبه اوروبيين. ياسين بونو لعب في سيفيا، واحد من احسن الحراس اللي كان في اوروبا، كسب معاه ايرو ليج يمكن مرتين ثلاثه. كوليبالي لعب تشيلسي ولعب اغلى مدافع في العالم، وكسب بطوله الدوري مع نابولي ولعب مع تشيلسي. كانسيلو نيشن ليج ومنتخب البرتغال. لودي لعيب من اللعيبه الممتازين جدا. روبن نيفيش من اهم لعيبه نص الملعب ولسه كسبان نيشن ليج. ميلينكوفيتش سافيتش في فتره من الفترات كان حديث ريال مدريد هو لويس البرتو بتاع لاتس، وبرشلونه نفس الموضوع. متروفيتش حتى لو موجود. مالكوم من ليون برشلونه كان يلعب في روما. حتى سالم الدوسري وبالتالي خد بالك الهلال بدا بسبع لعيبه اجانب وانها بسبع لعيبه مواطنين، ومع انه ما عندوش دكه. الهلال لو كان عنده 3 4 لعيبه دكه زي اللي كان بيتعاقد معاهم في البدايه كان ممكن نشوف هلال مختلف خالص عن ريال مدريد. ولكن انا بقول للهلال اللي هو ممكن يكون اقرب الانديه العربيه انه يعمل حاجه كويسه، حذر مباراه سالزبورغ وهنتكلم عليها لما نيجي لمباراه سالزبورغ. فبعض الجماهير شافت بان كاين هناك تحامل، ولكن 90% حتى ال 95% والتعاليق موجوده دائما كنحتفظ بها عليها وبها، فمشات معايا في الطرح واكدت بانه اليوم اذا كاين شي حاجه يمكننا نتحصروا عليها هو المنتوج ديال البطوله اللي تعرى. انا هنا غنكون يعني شويه مباشر وغنطرح هذا الموضوع للنقاش مع الاخوان الكرام. كاس افريقيا، ونتمنى تحيطونا يعني بالتعاليق ديالكم على الخلفيه والاستوديو الجديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغنواكبوا التجديد في هذه المرحله، واننا سنقلل الظهور على اعتبار الظرفيه واشياء اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. ريتما نبرز لكم يعني الشكل الجديد اللي غنمشيو معكم في الصيف والشكل الجديد اللي غنمشيو من هنا حتى افريقيا. فنتمنى يرقكم طبيعه الحال، وجاهزون دائما لاستقبال ملاحظاتكم وايضا توجيهاتكم وانتقاداتكم. انا غنكون مباشر وغنطرح هذا الموضوع بواحد الجرأه اكثر من الجرأه اللي تناولت من خلالها الوداد الرياضي في الدور ديالو او الحضور ديالو اللي تقصى مبكرا. وكان متوقع من طاحت القرعه كنا عارفين بان الوداد ما غتربحش مانشستر سيتي وما غتربحش جوفونتيس خاصه في الظرفيه الحاليه الا كانت شي معجزه كرويه. وكان متاكد ان جوج ديال الانديه العربيه اللي طاحت في بول واحد غيتقصاو، غادي تاهل مانشستر وجوفونتيس. ولكن كاينه مؤاخذات، كاينه ملاحظات على المنتوج ديال البطوله. انا وضعتكم في الصوره، خديت الصوره بشكلها الشمولي. شنو وضعت؟ قلت انا الا غيكون عندي نور الدين المرابط في 39 عام وجاي من هال سيتي هذا العام ما لعب شي بزاف، وداز واحد التجربه ديال اكاتينو ما لعب شي بزاف باللغه ديال الكره، كيفاش دردك وكيفاش جرى، رغم ان البعض اخذ عليه بان هذاك هو المرابط.
المرابط ديال لندن 2012 والمرابط ديال 2018 في روسيا هو هذا المرابط كيلعب بالكور ديالو، كيلعب بدني. كانت عليه مؤاخذات في الماتش الاول، السيد استجب باش تعرفوه بروفيسيونيل محترف، هو اللي عطى الباس لورش وجرى وضارب مع اللعابه اقل منه عمرا وسنا، لدرجه ان الصحافه اللي كاينه حاليا في مونديال امريكا سلطت عليه الضوء هو ولوكا مودريتش، واعتبرتهم ظواهر ان بجوج اللعابه من المونديال، واحد 39 وواحد 40 عام. فبالتالي المرابط بوحدو كيبرز لك بان المنتوج ديال البطوله منتوج هابط مهزوز متوسط، لان اللعابه ديال البطوله ما كيتهلاوش في راسهم، ما كيخدموش في لي زونطرينمون. والدليل شنو هو ان المرابط في هذا السن هذا باقي كيستافد من الحموله ديال الانضباط ديالو، ديال الاحتراف ديالو، ديال الفورماسيون ديالو القديمه، وجا خدم على راسو مؤخرا ودوز كوب دي موند. دابا حاليا الا غنعطي وجهه النظر ديالي المتواضعه للجمهور الكريم، انا اللي حيدتي ليا مفيد اللي كان في الجوج اللي يلعب 3 والمرابط ولورش، هادو 3 اللعابه اللي جاو في الدوره، الشيء الاخر اقل من المتوسط وضعيف جدا جدا جدا.